مضربك ضعيف وبتفكري تشتري مضرب يبقى قوي وعملي وكمان متعدد الأغراض تشغليه وتنسيه وعلى ضمانتي، يبقى تعالي اوريكي مضرب كينود. أول حاجة بشيل الباكجنج بتاعه، أنا كنت جايباه من نون. هشيل كده البابلز بتاعت الفرقيع دي، ونبقى نقعد نفرقع فيها كده ايه على رواقه وبعدين نجيبها على جنب. تعالي بقى نفتحه مع بعض. بيجي بالشكل ده في كرتونه كده محترمه كبيره. انا جايباه اللي بالحله بتاعته اللي هو زي العجان، مش جايباه المضرب اللي لوحده ده عشان يخفق لي مع نفسه. بيجي معاه اول حاجه الكتالوج، مش هتحتاجيه لانه سهل جدا في الاستخدام. وبعدين بقى بتفتحي اول حاجه كده بيبقى جاي متغلف في باكجنج كده شكله ابن ناس يعني، علشان خاطر برضه في النقل يبقى سليم معاكي. بيبقى جاي ومعاه فيشه حلوه، الفيشه بتاعته بتبقى ثلاثيه، شايفه عامله كده ليها ثلاث اجزاء يعني، فبتجيبي له المشترك الثلاثي عشان يشتغل معاكي على طول. وكمان بيبقى جاي معاه اربع اسلحه، السلاحين بتوع الخفق والسلاحين بتوع العجن. الحلو فيه ان الستانلس بتاعه قوي جدا جدا جدا، ما شاء الله ستانلس عالي. في واحد بيبقى جاي كده فلات، والتاني بيبقى جاي فيه قطعة كده بيضة صغيرة. نفس الموضوع برضو في سلاح العجن، نفس الموضوع. وعلى فكرة اشتغلت بيه كحك وبسكوت وطلعت عينه. ده مش شغل مضرب، ده شغل عجان، بس بصراحة كان ممتاز. انا جايباه وهو كان عندي اصلا قبل كده. بصي بقى هنا بوريكي الطول بتاع المساحه دي، حوالي 17 سم طول في الاستانلس، فبتبقى حلوه قوي ان العجين مش بيوصل ويكتم لغايه القطعه اللي فوق، فبيديكي مساحه كويسه. تعالي بقى نبص للجهاز نفسه. انا كان ممكن اجيبه العادي، لكن انا بحب اللي هو يشتغل لوحده، فجبته بالحله بتاعته. الحله بتاعته كلها بلاستيك، مفيش فيها حاجه ستانلس، فيها كده زرار بتفتحي وتقفلي منه، بتضغطي كده ده يتفتح لفوق. بتشيلي بقى الحله بتاعته حوالي 4 لتر ونص، هي مش كبيره قوي لكن عمليه، يعني بتقضي الغرض. بتاخد مثلا في المره الواحده كيكه اللي هي اللي بتاخد 6 بيضات و500 جرام دي اسبونج، واقصى كميه بياخدها 300 جرام كريمه. هنا بقى برضو في زرار للفتح وللقفل، ده لتثبيت الجهاز نفسه فوق الحله، علشان خاطر وانت شغاله ما يروحش يمين او شمال او يتفك. يعني بصي تعالي هوريكي. مثلا هنا الجزئيه دي بجيب اللي هي الفلات دي بحطها في الاول، انما اللي فيها الجزئيه البيضه دي بتتحط في الثانيه. تمام، كل واحده ليها مكان ما ينفعش تتبدله. بمسكها بحط بعد كده العجان، افتح الاول عشان بس الحله تبقى تمام قاعده كويسه كده، وبعدين ادخلها في المكان بتاعها واضغط عليها كده، واجي من ورا من الجزئيه اللي فيها الفتح والقفل دي اعمل على علامه القفل، فبالتالي تقفل معايا والعجان ما يتحركش من مكانه. دي نقطه. تعالي كمان تشوفي حاجه لطيفه قوي. هنا بقى ده الزرار بتاع السرعات، عنده من السرعة 1 لغاية السرعة 5، فممتاز ممتاز ممتاز في الاسبونشات، في الكحك وفي البسكوت. انا عملت بيه كحك وبسكوت المفروض ما يتعملش، بس انا يعني استهبلت وعملت. الزرار اللي عليه نقطة حمراء ده زرار التربو، انما الزرار الاولاني الكبير ده الزرار اللي بينزل معاكي السلاح على طول من غير ما تشديه انت، يعني مجرد ما اضغط عليه يتنطر في ايدي كده على طول، من غير ما اضطر ان انا اشده ولا حاجة. بصي كمان هنا هوريكي بقى السرعة الأولى والسرعة الثانية. الحلو فيه برضه بصراحة للأمانة يعني إنه بيجيب القاعدة بتاعة الحلة، يعني في العجانات بتلاقي ساعات بعض بواقي من الدقيق أو الكريمة موجودة في الحواف ومش مخلوطة كويس، فتضطري إنك تفتحي وتخلطيها بإيدك. لا ده بسم الله ما شاء الله بيجيب قاعدة العجن، فممتاز قوي قوي في الجزئية دي. تجيبي بقى على السرعة الأخيرة ويعيش حياته ما شاء الله ما شاء الله تحفة. إيه، انا مش بعمل له ريفيو علشان يعني انا مثلا جايباه جديد اول مره ولسه هستخدمه معاكي، لا ده كان عندي اصلا قبل كده وكنت شارياه ب1000 ونص، المره دي انا شارياه ب4000. طبعا فرق السعر كبير بسبب الوقت اللي زاد فيه سعر الدولار. إيه، قعد معايا قبل كده، قعد حوالي من سنه ونص لسنتين، بس انا بصراحه انا اللي غلطانه، انا طلعت عينه شغل لغايه لما التروس نفسها اتكسرت. كنت بعمل فيه معجنات وبيتزا وكحك وبسكوت ونواعم، وده شغل عجان مش شغل مضرب. بس بصراحة كان ممتاز ممتاز معايا، يعني العيب كان مني أنا في الشغل. بس كده حبيت أشارك معاكي التجربة بتاعت الفتح بتاعته يعني. لو حابة إن أنتي تشتركي معايا في جروب التسعير هسيب لك تحت في صندوق الوصف اللينك بتاع الواتساب، وكمان لو حابة تشتركي في كورس ورد البوكيه برضه هسيب لك اللينك تحت في الواتساب. واوعي تنسي إن إحنا مقاطعين وهنفضل مقاطعين، وصباحكم دايما زي الفل.